مقديشو ترفع المعارضة الصومالية المسلحة صوتها رافضة بشكل قاطع دعوات الحكومة المؤقتة لتدخل أطراف إقليمية ودولية. نقول للعالم إنه لا توجد حكومة صومالية تحكم البلاد أو أي أجزاء منها، وإن أي دعم أو مساعدة لنظام مقديشو سيسهم في تعقيد الأمور، وإن الحزب الإسلامي يرى أن الحل يكمن فقط في عقد مؤتمر موسع لبحث مستقبل الصومال. موقف الحزب الإسلامي في الصومال يأتي بعد أيام من نداء وجهه رئيس البرلمان الصومالي آدم محمد نور وجدده الرئيس الانتقالي شريف شيخ أحمد للأطراف الإقليمية والدولية من أجل مد يد العون للحكومة، وقد اشتدت عليها ضربات المعارضة المسلحة. أن تطلب الحكومة دعما أجنبيا أمر طبيعي بالنسبة لها، وأمر طبيعي أيضا أن يرفض المعارضون ذلك، لأن تلك الحكومة التي يصفونها بالعمالة للخارج تريد أن تستقوي عليهم بذلك الخارج. ولعل المهم في الأمر اليوم رسالتان: نحن موجودون في مقديشو وفيها نعقد مؤتمراتنا الصحفية من جهة، ومن جهة ثانية من يقاتلون الحكومة المؤقتة ليسوا من حركة الشباب المجاهدين فحسب، علما بأن بعض الأطراف تربط بين تلك الحركة وتنظيم القاعدة. أما الحزب الإسلامي فيرأسه اليوم حسن طاهر أويس، وهو ليس شخصا آخر غير الصديق ورفيق الدرب بالنسبة للرئيس الانتقالي شيخ شريف شيخ أحمد، قبل أن تفرق الآراء السياسية والتحالفات الإقليمية بين الرجلين وتخلق جناحي جيبوتي وأسمر من المحاكم الإسلامية. ما لا شك فيه ولا يخضع لتأويلات كثيرة أن الصومال الممزق لم يقترب بذلك من التوحد، وأن دوي المدافع ولعلعة الرصاص لا يبعثان في قلوب المدنيين الاطمئنان بقدر ما يدفعانهم أكثر للبحث عن ملاذ آمن لا يبدو أن التشرد والمخاطرة يكفلانه دائما.